بطلنا بيقول يا كوتش انا كلاعب بتمرن كويس بس في السبارنج بنسى. هو طبيعي ان انت تنسى لان التكنيكات اللي انت اتعلمتها مش متخزنه ببرمجه جوه هنا. يعني ايه فكره البرمجه؟ هي فكره الجيم بلان اللي اتكلمنا عنها في كذا فيديو قبل كده، ان انت تقسم السبارنج بتاعك لثلاث جولات وتبدا تمسك الجوله الاولى تفرش فيها شويه تكنيكات. يعني انت بتجيب كل التكنيكات اللي انت اتعلمتها في حياتك في ورقه كده وتكتبهم. بعد كده تبدا ان انت تفنطهم كده، تشوف ايه الافضل انه يتحط في الجوله الاولى. منطقه التشيك اب. بعديها بقيه الكومبوهات الاساسيه هشتغل بيها عشان افتح اشوف ايه الثغرات بتاعه الملاكم. كل حاجه بتبقى في الجوله الاولى هي مرحله ان انا بفهم ايه اللي قدامي ده. بعد كده تشتغل عليها وتطبق كذا تمرينه ورا بعض الجوله الاولى فقط. بس انت شغال عليها لغايه لما عقلك يبقى بدون وعي عمال يشتغل على الجوله الاولى وتكنيكات الجوله الاولى الصح. طيب يا كوتش انا مشيت على البلان اللي انت قلتها ووصلت ان انا الجوله الاولى بقت التكنيكات بتاعتها بعملها خلاص زي الفل، اتمرنت عليها تمرينه واثنين وثلاثه واربعه وخمس تمرينات لغايه لما الجوله الاولى تكنيكاتها بقت زي الفل. بس خلاص، ما انت كده مسكت طرف الخيط. اعمل الجوله الثانيه نفس الكلام، بعد كده اعمل الجوله الثالثه نفس الكلام. طيب من هنا انت عملت ايه يا بطل؟ انت عملت ستاندرد جيم بلان، يعني حاجه عامه. ومن هنا بتبدا ان انت تشوف بعد كده الماتش مع اللاعب اللي انت هتلعبه ايه الثغرات اللي فيه وتشتغل عليها. لما تشتغل على الثغرات بتاعته هتبقى عارف ايه الكومبوهات اللي تمشي معاه، هتبقى عارف طريقه اللعب اللي تمشي معاه. تبدا توزعها بقى مرحله التشيك اب في الجوله الاولى، كومبوهات اللي هتمشي معاه هتجرب ما بينها. بعد كده هتاخد منهم اللي لبس فيه وتحطهم في الجوله الثانيه مع شويه ضغط اضافي، وتشوف في الجوله الثالثه الموضوع بيمشي ازاي، وتبدا ان انت تسيستم الجيم بلان بتاعتك عليه.